حماده بس اربط جامد بقى. الله يكرمك، ما لهاش نازله في صينيه البطاطس في اول يوم زي كده ما تمام؟ ايوه اربط، ايوه انزل اعمل من الناحيه الثانيه بقى. ايه ده انا برضو؟ لا حماد انت هتتدق ايه؟ بقول لك يا احمد انت واخد 500 جنيه في شويه الشراشيب دول، فانت عارف وانا عارف الحاجات دي ما تجيبش 100 جنيه اصلا. فانزل يا حماد، انزل ولايمها الله يكرمك يا ابني. اعتبرهم بالتركيب، واخد بالك، ادفعهم بس بالتركيب. انزل يا حماد. رمضان كريم بقى يا حاج. ما انا عارف رمضان كريم قوي قوي يا ابني. انزل. ايوه اربط بقى يا حماد، اربط. حلو كده تمام يا حاج. شكله وحش قوي يا حماد، انا مش عارف دي ايه دي. لا فك يا حماد، فك يا حماد، لا، احنا فك هنربطه إيه؟ بالعرض بقى زي ما انت قلت في الاول، فاكر؟ نربطه بالعرض بقى. طب ما انا قلت من الاول يا حاج نركبه بالعرض. ما برطمش يا حماد، ما برطمش يا حماد، انا ما حاسبتش على الحاجه لحد دلوقتي. انا لا مش لا لا فاكر. خلاص ايوه ماشي افتكر، ماشي. افتكر يا ابني. ايوه هنربطه بقى بالعرض، خد بالك. فك يا حماد. جايب ايه تاني بقى يا سيدي؟ دي يا حماد، دي يا تافه. ده بكار يا حاج. ما انا عارف يا حماد انه بكار بس خير يعني. هو انا استغفر، بكام دي يا حماد؟ عشان بس انا يعني ده ب 100 جنيه. 100 جنيه؟ 100 جنيه يا حماد، 100 جنيه انت بتكسب فيها اكتر من المحل كده يا ابني. لا اله الا الله، انا غلطان ان انا بعت واحد زيك. والله فكر اللي ب 100 جنيه يا حماد. اصل انا عارف انك عمرك ما هتشتريها ب 100 جنيه، بس انا مش صوره خالك عشان تروح تدفع 100 جنيه في بتاع. خد بالك الراجل صاحب المحل لو قال لك 100 جنيه انا عارف انت هتكسر المحل فوق دماغه. بس هقول ايه؟ خد يا حماد، ما اعرفش تتعلقوا فين دي. انا مش عارف ده انا ما بروزت صوره جواز انا وامك عشان كان ب 65 جنيه. واخد بالك؟ والله تقول لي بكار ب 100 جنيه. ايوه يعني علقوا ما اعرفش دي اتعلقوا فين ده يا احمد. دي قعدوا معانا على الكنبه دي ب 100 جنيه. انا مش يا حبيب البابا. بكار. ايوه اكل رشيد. ايوه ناقصه استظراف. بقول لك يا احمد، احنا دي كتير الحاجات اللي انت قلتها لي حنه شيماء. انا مش عارف دي مش كده مش رمضان. واضاءات وبتاع ودنيا. الله يكرمك روح رجع الباقي دي بقى ولا شوف له صفر. الله يكرمك، هو انت اخرك معاك 300 جنيه؟ عارفه رمضان اللي هو الصيام بقى وحله يا حله. هتصومي معانا؟ عايزه فانوس؟ انت افتكرت من الحركه دي مش كده؟ يا ريتني ما عملتها، يا ريتني ما عملتها، كانت تتشل قبل ما لا وماله طبعا يا حبيب بابا، هجيب لك طبعا فانوس. لا انا هتاخر عليكي ولا حماده. نعم يا حاج. خد اقول لك، في راجل فارش على اول الشارع معاه الفوانيس الصاج اللي هي بتاعت زمان ام شمعه. عارف. ايوه عارفه. الراجل ده بيبيع الصغير ب 35. واخد بالك؟ هو الكبير عامل كام؟ يا حماده انت مالك انت ومال الكبير؟ وانت انا جبت سيره الكبير؟ لا اله الا الله، الصغير ب 35. واخد بالك؟ تفاصل تجيبه ب 30 مثلا، بتاخرك 30 جنيه يا حماده. ماشي حبيبي بابا، خلاص حماده هيجيب لك واحد اهو. عايزاه لونه ايه بقى؟ ديزني برنسز؟ ايه اللون ده؟ ايه يا حبيبي بابا؟ لون الفانوس من بره، عايزاه لونه ايه؟ ديزني برنس، نفس الاجابه برضه. ايه دي يا حماده اللون دي؟ ايه ديزني؟ لا ده مش لون، ده قصدها على شكل. دي شكل ديزني برنسس، عايزاه على شكل ديزني. لا حماده ما تروحش بقى للراجل على اول الشارع خلاص، عشان لو قلت له ديزني بتاع دي هيسمعك كلام مالوش ريحه اللازم. والله تروح لوش بقى. هو يعمل له كام يا حماده الديزني بتاع اللي عايزاه دي؟ حوالي 650 جنيه. 650 جنيه بس يا حماد، بس يا حماد هيقعد اللي ب 650؟ انا عايز فانوس اختك تلعب بيه، ده بنت صغيره يعني. تقول لي 650 جنيه؟ حبيبه بابا، حبيبه بابا ده كتير قوي. الديزني اللي ده كتير قوي. ماشي يا حماده، بس اوعى تاخد الفلوس وتخلع يا حماده الله يكرمك، او تنسانا مثلا بتاع، اصل دي هتقعد تزن. اوعى حماد، انا مستجدعك المره مش عارف ليه، بس انا مستجدعك يعني. ماشي يا حماد، يعني ثلاثه. خد يا حماد الله يكرمك، شوف واحد حلو بقى كده. ماشي. طب ايه وانا بقى؟ وانت يا حماده، وانت هجيب لك فانوس لما انت شحط، وانت هجيب لك فانوس تويوتا بقى تمشي بيه في رمضان ولا اعمل ايه؟ لا اله الا الله. انت لا فلوس عادي اخرج. فلوس تخرج بيها. ما انا بقول برضو انت هتعمل حاجه لوجه الله. ما انا لسه بقول لك اهوت، انا مستغرب الجدعانه اللي انت فيها ديت. طب يا حماده انا ما عادش معايا الا 200 جنيه. ماشي اتفضل يا ابني، اتفضل. وماله يا ابني؟ وماله كل سنه وانتم طيبين، كل سنه. ما هو مش معنى ان هي دخلت رمضان تبعت لي PDF يا حاج، انا ما مش كده يعني. ده انت محسساني ان انا امين مخازن. والله دي نواقص عندنا في المخزن مثلا. دي ايه دي؟ لا اله الا الله. عارف والله طبعا طلبات البيت. لا انا عارف طبعا. بس في حاجات مالهاش لازمه الصراحه يعني. هو دخلت رمضان لازم نكتب كنافه وقطايف، وهات كنافه وقطايف وبتاع، وفي الاخر بتكلميني وانا راجع من الشغل وبعت حاجه حلوه للعيال. انا عارف الحركه دي. مش عارف بقى بيروحوا فين. تعملي لنا اللي هي القطايف اللي بسوداني دي اللي ما حدش بيقول السوداني بيبقى بقشره وحاجه. لا ولا حاجه ده انا بفضفض. انا اللي هيجنني يا حاج قمر الدين ده. والله كل سنه لازم نجيب قمر الدين، وبتاع السنه اللي فاتت موجود في باب الثلاجه جوه اصلا ما حدش لمسه، ما حدش عارف هو بيتعمل ايه، بس هو لازم نجيبه. دي تحس ان هو سلو عيلتكم مثلا، لازم نجيب قمر الدين. تفهميش دي ايه؟ بس ماشي خير ان شاء الله. وماله